ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل حاجه حلوه. ايس كريم. بطريقه كويسه. هستخدم بردك في بسكويت وحاجه كده كويسه وهتعجبكم باذن الرحمن. تعالوا نشوف مع بعض هنبتدي ونعمل ايه مع بعض. انا عندي هنا البسكويت. تمام. بردك هو بسكويت العيد انا عايزه اتخلص منه، فانا بستخدمه في وصفات. تمام. انا لو انتوا هتجيبوا بسكويت من المحل هيحتاج باكل بسكويت اللي هو الكبير، هياخد معلقه زبده. اما هنا البسكويت اللي عندي مش محتاج زبده، بعد ما تطحنيه بتمسكيه تقلبيه ويبقى عامل زي الرملي كده. تمام. انا عندي البسكوت هنا مش محتاج زبده لان هو داخله زبده كتير. هنزل بقى هنا في القاع بتاع سوري، ثواني. كده في ارضيه الوعاء بتاعي ده كده اهوت كده. تمام كده. هي جايبه بقى بسكويت جايبه كده ونجيب معلقه. انا هنا خلاص عملت الارضيه بتاعه القالب، فهاجي جايبه بقى ده كده. انا اعمل كده اهوت كده. ده تزيين. ممكن ما تعمليش الطريقه بتاعتي اللي انا بعملها البسكوت اللي بالتزيين، ممكن تستخدمي على كده. مهم. خلاص خلصت تزيين القالب، فانا هاخده اركنه على جنب او ادخله التلاجة ونشوف هنعمل ايه تاني. هنا انا حطيت نص كيلو لبن. تمام. هولع بس عليه البوتاجاز. حطيت معلقتين نشا على كوبايه ميه، وهنزل بالسكر حسب الرغبه زي ما انتوا عايزين، وهقلب كل الكلام ده مع بعض. كل الكلام ده كده هقلبه كده. انا لسه اللي دوبك مولعه البوتاجاز حالا، فما لحقتش اي حاجه تكلكع معايا ولا اي حاجه. يعني تعملي كل حاجه على البال وبعد كده ارفعها على النار. تمام. انا بقى هفضل اقلب فيها كده لغايه الخليط ما يمتزج معايا ويتقل، وهنشوف هنعمل ايه. خلاص اهوت بقى ناعم والثوم سايل، مش مكتل قوي ببعضه. انا عايزاه بالثوم كده وناعم، مفيش اي حاجه مكتله فيه ولا اي حاجه. فهجيب بقى طبق كبير زي كده عشان انا عايزه الخليط ده يبرد معايا. خلاص انا كده فضيته في الطبق اهوت. همسكه بقى احط عليه كيس نايلون او استرتش عشان ما يعمليش طبقه قشره، وهسيبه بقى يبرد مع نفسه وهدخله التلاجة بس بعد ما يهدى شويه. انا هنا هنزل باتنين باكت كريم شانتيه اهمت، وكوبايه متلجه يعني، او كوبايه حليب، او كل كوبايه ميه. انا هعمل بميه تكون متلجه خالص من الفريزر. هنا بقى همسك الكريم شانتيه اعمله كده عشان ما يعملش على ما يطلعليش بودره كتير. ادوبه مع الميه كده او مع الحليب. بعد كده بشغل المضرب. بص انا هنا خلصت اهوت الكريم شانتيه. تمام. هسيب بقى الكريم شانتيه ده في التلاجة لغايه ما تهدى معايا الكريمه، وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. هنا طلعت الكريم شانتيه قسمته اتنين، والمهلبيه اللي انا كنت عاملاها بردت معايا، اللي هو هديت يا دوبك. انا عايزاها دافيه بس. هقسمها رخرة هنا. احط هنا النص كده. تمام اهو. والنص التاني هحطه هنا. هنزل هنا بمعلقه كاكاو. خليه كده على جنب. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا خلاص ضربت المهلبيه مع الكريم شانتيه. تمام. هنا حطيت بردك عملت اللي هو بالكاكاو، وجايبه هنا بقى كرتونه بيض. انا عايزه اعملها بالطريقه دي، انتوا لكم حريه الاختيار. ممكن تنزلوا الطبقات زي الكيكه كبشه، يعني تاخدي تحطي هنا كبشه وهنا كبشه. ده انا بقول لك بديل تاني بره دي. تمام. بتحطي كبشه بني مع كبشه بيضاء، كبشه بني مع كبشه بيضاء، وتجيبي الخله ترسمي بيها زي الكيكه بالظبط، كانك بترسمي رسمه كده. هتطلع معاكي زي ما انت عايزه. انا عايزه اعملها بالطريقه دي، انا بتعجبني الطريقه دي، فانا بقى هعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. احط خليطها كده.
اهو. انا كده عبيتها هنا كده، فهاجي نازله بقى كده. تمام. انا هكمل بقى كل الكلام ده بنفس الطريقه دي وهوريها لكم في الاخر. انا بقى كده خلاص خلصتها. دي هتقعد حوالي 4 5 ساعات عشان ده ايس كريم، فلازم يقعد في الفريزر ياخد حقه في التبريد، يعني في ان هو يتجمد. انا دلوقتي هغطيها بالاسترتش، ولما اطلعها بقى هوريها. بص يا حبايبي، خرجتها من الفريزر اهي، سبتها حوالي 5 دقايق بره على الرخامه. تعالى هنقلبها دلوقتي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه، رايكم بقى؟ نقطعها دلوقتي قدامكم. ايه رايكم بقى؟ ايس كريم 10/10. جربوها بالطريقه بتاعتي، ان شاء الله هتعجبكم باذن الله الرحمن. ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، ان شاء الله يوصلكم كل جديد مني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.